مشاهدينا الكرام إلى التفاصيل بداية وفي جديد قضية الطفلة القاصر مريم يحيوي من ولاية قسنطينة المختطفة يوم الجمعة الماضي وإثر مداهمة فجائية قامت بها وحدة الشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة تمكنت من استعادة الطفلة. التقارير الأولية كشفت أن مريم لم تتعرض لأي اعتداء. توفيق عمري. هي اللحظة الأولى التي غادرت فيها الطفلة مريم مقر الأمن الحضري الرابع بحي الدقسي بقسنطينة بعد غياب دام أسبوع، أين استقبلت وسط عائلتها وأقاربها بفرحة عارمة. ما كانش زي الفرحة هذه والله ما كانش، ونشكر العباد كاملين اللي ساعدونا واللي جاوا معنا واللي وقفوا معنا، الحمد لله يا ربي. شوف لحظات عدات عليا 7 ايام ما رقدتش، 7 ايام وانا نحوس البرا بيا بالشرطه، كثر خيرهم الشرطه وقفوا معايا والصحافه وقفت معايا. تقارير الطب الشرعي اكدت ان مريم لم تتعرض لاي اعتداءات جنسيه او جسديه، فيما اشارت التحقيقات الامنيه الاوليه تورط شبكه اجراميه في اختطافها وتم توقيف المتهم الرئيسي. الطفله راهي اختطفت والحمد لله تما كي رجعت لنا سلامات، والحمد لله تما رجعت سالمه غانمه. احنا نطلبوا تما من الهيئه تما من السلك الامني يطبق الاجراءات الردعيه على الناس هادو. انا يعني نتمنى الشعب الجزائري ديما يتعاطف مع بعضاه ويعاون بعضاه باش ما يصراوش الكوارث هذه. هذا وكانت وحدات الشرطة القضائية قد استعادت الطفلة بعد مداهمة لإحدى العمارات بالوحدة الجوارية رقم 18 بالمدينة الجديدة علي منجلي حسب المعطيات الأولية التي تحصلت عليها قناة نوميديا. في موضوع آخر، أعرب العديد من سائقي آلات الحصاد بولاية غليزان عن استيائهم